إمامنا العسكري قتل شابا، يعني أكثر الأئمة شبابا الجواد 25 سنة، العسكري هم 29 سنة بالحدود هذه، شاب يعني ما تجاوز 30 سنة العسكري، يعني لعلم الأحبة خاف ما يدرون يعني. وقتل سلام الله عليه من خلال دس السم، دسوا له سما قاتلا. هنا هواي اكو محطات حزينه ما اعرف شنو اقول، يعني واحد قلبه يوجع هنا والله العظيم قلبه يوجع، ما اعرف شنو اقول، ما اعرف شنو اقول. بعض الاخبار تقول السيده نرجس بعد شهاده العسكري، تدري زوجات الائمه السابقات لما يموت زوجها وهي حيه تبقى يم ابنها المعصوم من بعد وفاه زوجها، تبقى يم ابنها. مشكلة السيدة نرجس بعض الأخبار تقول كانت حية، لما استشهد الإمام الحسن العسكري ابنها المهدي غاب، فوين تبقى نرجس؟ لا زوجها ولا ابنها، وهي في مزرعة كبيرة بسامرة وما بيها أحد، المزرعة ما بيها أحد، فلجأت بعض كتب التاريخ تقول لجأت إلى عم الحمزة أبو يعلى، تندلوه بالمدحتية، الحمزة أبو يعلى بالمدحتية الغربي، لجأت إلى عم الحمزة وهو أستاذ الحمزة عمه، والحمزة كان في داره، لجأت نرجس إلى داره وبقى محافظ عليها إلى أن دنت منيتها وداها لسامرة، ماتت ودفنت إلى جنب زوجها الإمام العسكري عليه السلام. ولهذا أهل المدحتية يسمون الحمزة الغربي كفال نرجس يسموه طبعا، والحمزة الغربي وعمه من ذرية أبي الفضل العباس، فسبحان الله هاي الكفالة ويا العباس وأولاده وأحفاده بالدم تسري حسب الظاهر، يعني هاي الكفالة عندهم ماشية، يعني مو بس زينب، حتى نرجس هم كفلوها وبقت تحت كفالتهم إلى أن توفت. اكو ألم مصيبة العسكري، والله قلبي واجنار من أسولف، يتقطع ألما بشهادة الإمام العسكري، لأن إمام يستشهد اليوم ابنه يغيب رأسا، كلها تريد تقتل ابنه وتلزم ابنه، فتوقع شنو الحال، يعني شنو الحال. أوصى ولده بوصاياه وعهد إليه بعهده وأعطاه مواريث الإمامة، وقال له وليدي أنت وضعك يختلف عن بقية الأئمة، أنت راح تغيب من بعدي. وفعلا استشهد الإمام الحسن العسكري، فغاب إمام زماننا عجل الله تعالى فرجه الشريف غيبته الصغرى طبعا وبعدين الكبرى، وإلى اليوم بالتغسيل حضر الإمام المهدي بتغسيل والده، بالصلاة تقدم جعفر حتى يصلي على الإمام العسكري عليه السلام، والإمام المهدي غاب سلام الله عليه. وشيعة أهل البيت اللي كانوا حاضرين بتشييع الإمام الحسن العسكري قالوا إذا هذا صلى على الإمام العسكري فالكارثة كبيرة، يعني كبيرة. الشيعة كانوا في حالة يرثى لها صعبة، راد يكبر، قالوا انفتحت الباب مال بيت العسكري والهادي، طلع شاب صغير عمره 5 سنين 5 سنين عمره، لابس عمامة، وباوع عند جعفر قال له يا عم لا يحق لك الصلاة على أبي، أنت مو من حقك تصلي على أبوي، أنا أصلي على أبوي. ونحاه الإمام بيده ووقف إمامنا وصلى على أبي، فلما أكمل الصلاة دفن والده وغاب، وإلى اليوم الآن إمام زماننا اليوم هو المعزى. المهدي شال أبوه بقلب مالوم ويصيح بصوت يا أبويا يا مظلوم. أبو إمامكم بعد اليوم إمام زماننا هو المعزى، الشهيد والده أبوه بعد اليوم ذولا زوار العسكريين اللي واقف بالمصاب، من واقف بباب الإمام الهادي والعسكري؟ ماكو غير الإمام المهدي هو المعزى، الوالد والده بعد، والشيعة جايين يعزوه بوالده. فد مناسبة خاصة هاي مناسبة الحسن العسكري، والله الشيعي يكون يحترق قلبه بيها، وفالدمع على أبو صالح إمام زماننا هو المعزى بوالدي. المهدي شال أبوه بقلب معلوم ويصيح بصوت يا أبويا يا مظلوم.
جاوبني، عندك دمعة يولا؟ باوع لي، عندك دمعة يولا؟ يا رحمة الباري وباب العلوم، يا وزف عليك تموت مزموم. يا عافية عافية، هيك اريد ابويا، يا وزف عليك تموت مزموم، لجن شلناك فوق الروس هاليوم. ابويا لجن شلناك فوق الروس هاليوم هاليوم هاليوم. بويا مو مثل البقع عاري بلا هدوم.